اهلا بكم مشاهديني في كل مكان. معاكم اروى زيدان مع اول حلقه من برنامجكم على الاصل دور. في كل حلقه هنقول كلمات مصريه مشهوره بنقولها بينا وبين بعض كده او بنسمعها في شوارعنا كتير. اول كلمه بقابلني في المشمش. لا ده في المشمش. كلمه في المشمش معناها يعني استحاله الحدوث الحاجه اللي انا عايزها دي. طب ليه بنقولها؟ طيب اشمعنى المشمش؟ يعني ليه ما نقولش مثلا يبقى قابلني في البطيخ ولا في العنب؟ يعني بص يا سيدي، المشمش فاكهه عمرها قصير، بتظهر وتختفي كده بسرعه. ايه ده؟ هو المشمش طلع؟ ايه ده؟ انا ملحقتش ادوقه اصلا. بالظبط كده، هم خدوا كلمه المشمش يعني معناها مستحيل الحاجه دي تحصل اصلا. تاني كلمه معانا لا سهله يا عم، ما هي كوسه. ايوه انت واسطه بقى وكده، كوسه يا عم بقى. كلمه دي كوسه بنقولها كتير قوي بينا وبين بعض كده او بنسمعها كتير في شوارعنا. طب معناها ايه؟ معناها الواسطه. طب اشمعنى يعني بنقول الكوسه؟ يعني ما نقولش ليه مثلا نخليه بتنجان ولا بسله؟ بص يا سيدي، ايام عصر الفاطمي كانت ابواب القاهره كلها بالليل بتبقى مقفوله عشان تاني يوم السوق. فيجي بقى اول ما يفتح البوابه يقول اول تجار يخش هم تجار الكوسه، عشان الكوسه الوحيده بتبوظ بسرعه في الخضار. طب يجي التجار التانيين يقولوا اشمعنى يا عم؟ يعني هو اشمعنى داخل الاول؟ يقول يا عم معاه كوسه. ومن هنا اجت كلمه الكوسه معناها الواسطه والمحسوبيه. وكده يكون خلصنا حلقتنا النهارده. استنوني في حلقه جديده على الاصل دور. سيبوني بقى الحق الكوسه قبل ما تبوظ.